خدمة العلم تعود، لا استثناءات لمن سيتم اختياره. إليكم القصة كاملة. رسميا يعود برنامج خدمة العلم بعد أكثر من 30 عاما على تجميده، وسيشمل مسارين رئيسيين تحت إشراف مباشر من القوات المسلحة. المسار العسكري الذي يشكل أغلبية التدريب يشمل التدريبات البدنية المكثفة والمهارات الميدانية والتدريب على الأسلحة الخفيفة والانضباط العسكري. المسار المعرفي النظري يتناول التاريخ الوطني والمواطنة الفاعلة والإرشاد المهني. يستهدف البرنامج 6000 شاب أردني من الذكور مواليد عام 2007 ممن أتموا 18 عاما بحلول عام 2026، موزعين على 3 دورات تضم كل دورة 2000 مكلف وتمتد ل3 أشهر. تبدأ أول دورة في الأول من شباط من العام القادم. يتم اختيار المكلفين إلكترونياً بأسلوب السحب الإحصائي المحايد والعشوائي مع مراعاة التوزيع السكاني بين المحافظات وبدون أي استثناءات لمن سيتم اختياره. حالات التأجيل ستكون حصرية تقتصر على طلبة الجامعات على نظام السنوات وطلبة المدارس المنتظمين والمقيمين في الخارج شريطة إثبات ذلك. أما حالات الإعفاء ستكون لوحيد الأبوين أو عدم لياقته الصحية. ومن يتم استدعاؤه ويتخلف عن أداء الخدمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن 1 سنة، وبعدها يعود للخدمة. سيحصل كل مكلف على مخصص مالي قدره 100 دينار شهريا، وسيعيش في ثكنات عسكرية. سيلزم الموظفين بأداء خدمة العلم، وسيتم مخاطبة المؤسسات لإبقاء رواتبهم خلال فترة الخدمة. في الوقت ذاته المتزوجين لن يستثنوا من الخدمة، ولضمان الانضباط سيمنع إدخال الهواتف وأجهزة الاتصال.